السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيراميدز يزايد على الأهلي ماليا لخطف صفقة الموسم. قالت مصادر إعلامية أن نادي بيراميدز بدأ في مزاحمة الأهلي على ضم صفقة التونسي محمد علي بن رمضان لاعب فرينكافاروس المجري بعد اقتراب النادي الأهلي من ضم اللاعب مقابل 2 مليون دولار بحسب تقارير صحفية مجرية. وكانت هناك بعض التقارير الصحفية أشارت أن اللاعب التونسي اقترب من التوقيع للأهلي في الأيام الماضية في صفقة مالية قيمتها 2 مليون دولار، وذلك بعد الوصول لاتفاق مع اللاعب على كل التفاصيل التعاقدية وانتظار موقف ناديه. تفاصيل دخول بيراميدز على خط المفاوضات لضم صفقة الموسم من الأهلي. وقالت المصادر في تصريحاتها إن بيراميدز بدأ في مزاحمة الأهلي على ضم بن رمضان وبدأ في رفع المقابل المادي. بيراميدز تواصل مع إدارة النادي المجري وبدأوا في الحديث مع ضم اللاعب التونسي مقابل مادي أكبر من الذي سيدفعه الأهلي، والصفقة لم تحسم بعد. كان السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي قد طلب ضم محمد علي بن رمضان بدلا من المالي إليو ديونج الذي سينتقل إلى نادي الخلود السعودي. رابطة الأندية تعلن عقوبات مباراة الأهلي وبيراميدز إيقاف الشيبي وتغريمه ماليا. أعلنت رابطة الأندية العقوبات المفروضة الخاصة بمباراة الأهلي وبيراميدز التي جمعتهم في الجولة 31 من عمر منافسات الدوري المصري. وأعلنت الرابطة 6 قرارات: إيقاف المغربي محمد الشيبي لاعب فريق بيراميدز 3 مباريات مع توقيع غرامة مالية عليه 50,000 جنيه، وده علشان استخدامه الطرد العنيف ومحاولة الاعتداء على الخصم بعد الطرد مع عدم الامتثال لقرار الحكم بالطرد وتعطيل المباراة. غرامة مالية على نادي بيراميدز قيمتها 25,000 جنيه، وذلك بسبب الاعتراض الجماعي من الجهاز الفني والإداري على قرارات الحكم. توقيع غرامة مالية 50,000 جنيه على النادي الأهلي، وذلك بسبب السبب الجماعي من الجماهير، بالإضافة إلى حرمان 75 مشجع المتواجدين بالمقصورة الأمامية مباراتين. في الختام ما تنساش تعمل لايك لهذا الفيديو وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.